فيلم سبايدر مان براند نيو داي مش هيعجبك لو انت داخل بتوقعات عاليه قوي، ومش هيعجبك لو داخل ومستني اكشن كتير او مستني فيلن تقليدي كده واضح من اول لاخر الفيلم ونازلين ضرب في بعض زي ما اتعودنا في افلام السوبر هيرو. لا، الفيلم ده مختلف في كل حاجه، ومن وجهه نظري التغيير حلو لانه اعتمد على الدراما والعاطفه والوحده اللي بقى فيها بيتر باركر اكتر، مع وجود اكشن متوازن وكويس. وشفت ناس كتير تتكلم انه ما عجبهاش اول ربع او تلت ساعه من الفيلم، بس بالنسبه لي كنت شايفها كويسه لانه بيخدم القصه ويفكرنا ويعرفنا بيتر كان بيعمل ايه في السنين اللي فاتت وهو لوحده، لأن عدى 4 سنين من أحداث No Way Home. خلينا نشوف شوية مشاهد سريعة وهو بيمسك سوبر فيلنز في الأول ما كانش سيء يعني. كمان العلاقة والديناميكية بين سبايدر مان والبانشر اتعملت حلوة جدا، فالثنائي مع بعض رهيب، وكنت مبسوط وبضحك في كل مشهد فيه كلام بينهم سوا. هو بس الواحد بشكل عام كان يتمنى يشوف أكشن أكتر من كده، لأن في الأول والآخر ده فيلم سوبر هيرو وبنستنى كتير على ما نشوف جزء جديد من سبايدر مان. كمان من مميزات الفيلم عودة هالك طبعا، اللي الواحد حقيقي كان مفتقده جدا من زمان، والفايت بينه وبين سبايدر مان كان معمول حلو قوي، ولو بس طوّلوا فيه 5 دقايق كمان، كان هيكون أحلى بكتير. وطبعًا مشهد السجن في الآخر كان حلو جدًا، وهو ضد عصابة الهاند. وتقييم الفيلم سبايدر مان براند نيو داي 8 من 10. الفيلم حلو وعجبني، وبصريًا رهيب في الألوان، وفيه مشاهد كتير تحسسك إنها خارجة من ألعاب سبايدر مان، بس بالنسبة لي برضه مش هيتفوق على نو واي هوم. نو واي هوم يكسب بالنسبة لي في الأكشن بقى وظهور نسخ سبايدر مان، وحتى كان في دراما كويسة مع موت عمته، والفايت بينه وبين جرين جوبلin. لكن براند نيو داي مميز من ناحية الدراما والعاطفة والرؤية البصرية مش أكتر. لكن زي ما قُلت التغيير حلو مش سيء، هو بس ساعات ده مش هيكون سهل على كل الناس، عشان كده شايف 8 من 10 fair برضه مع المجهود المبذول للفيلم، ومع إنه فيلم يعتبر معدّي الساعتين، بس ما حسيتش بيهم بأي ملل. بس كده سلام من قناة شيف أفلام.